راجل مليونير بيتصاب بالسرطان وبتكون أيامه معدودة، بس بيتقابل براجل تاني فقير بيغير نظرته عن الحياة تماما. هنتفرج مع بعض على فيلم باكيت ليست. يلا بينا. يلا بينا. بنبدأ فيلمنا مع كارتر اللي بيكون ميكانيكي سيارات وشغال في ورشة بتاعته، وهنا هو بيختبر الموظف اللي عنده وبيشوف معلوماته واصلة لحد فين. ولكن فجأة مزاجه بيتقلب لما بتجيله مكالمة تليفون وبيسمع فيها أخبار مش كويسة. بعدها بنروح لراجل مليونير اسمه إدوارد، وبيكون قاعد مع المحامي بتاعه وبيعزمه على قهوة، وهي أغلى نوع قهوة في العالم. وبيكونوا ساعتها في جلسة استماع، ولكن الرؤساء بيأمروهم إن هم يخشوا في الموضوع على طول. فبيقوم المحامي وبيبدأ يتكلم معاهم إن في شركة عاوزة تشتري المستشفى بتاعت إدوارد لأنه مش مهتم بيها، وإن الغرف مليانة بالناس وده غلط. ولكن إدوارد بيتكلم وبيقول لهم إن هو بيدير مستشفيات كتير مش منتجعات، يعني أماكن علاج وكل غرفة فيها 2 بس، وبيحاول يأثر عليهم عشان يغيروا رأيهم. ولكن أول ما بيبدأ يتكلم بيلاقي إن في نزيف من بقه. وبعدها المساعد الشخصي بياخد شوية ورد والمكنة بتاعت القهوة وبيحطهم في غرفة المستشفى، وبنتفاجئ إن إدوارد داخل نفس الغرفة اللي فيها كارتر. ولكن إدوارد بيتضايق لأنه بيحب يقعد لوحده وإن ما ينفعش حد يشاركه في الأوضة. ولكن توماس المساعد الشخصي بتاعه بيقوله إنك قلت في المحكمة إن كل غرفة فيها شخصين، لذلك لازم تثبت صحة كلامك. ساعتها بيدرك إدوارد إن هو حط نفسه في مشكلة. وفي اليوم اللي بعده بنلاقي إن إدوارد بيتعمل له عملية سرطان، ولكن بعد ما المرض انتشر في جسمه والأطباء بيقولوا له إن نسبة نجاتك من المرض 5%. وبعد العملية بنلاقي فيرجينيا مرات كارتر بتزوره وبتجيب له ورد، وهي في الأساس ممرضة وبتعبر عن حزنها على إدوارد لأنه من ساعة ما عمل العملية مفيش حد جه يزوره. وبعدها بتمشي وبنلاقي إدوارد ابتدى يتكلم وبيقول لكارتر إنه كان عامل نفسه نايم، وبيقول له إن المرض اللي بيموته بسبب الزوار أكتر من اللي بيموتوا بسبب مرضه، وإنه ما بيحبش حد يزوره في المستشفى. وفي اليوم اللي بعده الدكتور الخاص بإدوارد بيبلغه إن هما هيبدأوا جلسة الكيماوي قريب. ولكن كارتر بيتفاجئ ان الدكتور مش بيعبره وبيقول له استنى الدكتور بتاعك لما يوصل. وساعتها كارتر ابتدى يتكلم مع ادوارد وبيقول له ان اخر 6 شهور كان بياخد كورس علاج تجريبي، وبيبدأ كارتر يكلمه عن القهوة وعن العلاج الكيميائي وبيخلق معاه نقاش عشان ما يحسوش بالزهق. وبالليل بنلاقي ان توماس جاب لادوارد اكل فاخر من اغلى مطعم، وادوارد بيكون مبسوط وبيتجاهل تحذير كارتر وده ان الاكل بشراهة غلط مع العلاج الكيميائي اللي بياخده. وزي ما كارتر حذره مش بيقدر يهضم الاكل وبيرجعه كله. وبيتقبل ادوارد مرضه وانه خلاص لازم يتعايش لفكرة ان هو مريض ومبقاش زي الاول. وفي يوم بيجي واحد من اولاد كارتر بيزوره، وبيكون كارتر عنده 3 اولاد ودوت واحد منهم، وبيبدأوا يتكلموا عن احوال العيلة. ولكن الامور متوترة بينه وبين مراته لانها شايفاه مهمل في نفسه وفي صحته، ولكن هو في الاساس كان نفسه يطلع مدرس تاريخ وده كان حلمه وهو صغير. ولكن لما مراته خلفت كان لازم يشوف اي شغل يجيب له فلوس عشان يعول اسرته. وفي الناحية التانية ادوارد بيقول له انه اتجوز 4 مرات ومفيش ولا جوازة نجحت، وانه كان بيكسب الفلوس من وهو عنده 16 سنة، وكان علاقته بالشغل هو انجح علاقة على الاطلاق. بتعدي الايام وبيبدأ كل واحد يدعم التاني في مرضه وفي تلقيه للعلاج، وبنلاقي انهم خدوا على بعض وعلاقتهم بقت قريبة. وبعدها بنلاقي كارتر ماسك نوتة اسمها بوكيت ليست وبيكتب فيها نقط، وبيكتب حاجة مش هيقول لادوارد عليها. وبيجي الدكتور وبيبلغ ادوارد انه قدامك 6 شهور بس وهتموت. ولكن ادوارد بينزعج من الخبر، والدكتور بيبلغ كارتر انه هيبص في الملف بتاعه هو كمان. وبيزعل ادوارد وبيبدأ كارتر يهديه وبيحكي له ان 96% من الناس في العالم بيفضلوا عدم معرفتهم بيوم وفاتهم، بينما كارتر بيعبر عن نفسه ان هو من ال4% الباقيين اللي عايزين يعرفوا هيموتوا امتى. وبيجي الدكتور وبيقول له انه قدامك سنة كمان بالكتير. ودلوقتي كارتر بيحس بالإحساس وبيترعب من الفكرة، وبيمسك ورقة النوتة اللي كان بيكتب فيها أحلامه وبيرميها. وبيبدأوا الاتنين يبصوا لبعض في نظرة يأس وزعل. وفي اليوم اللي بعده توماس بيزور إدوارد وبيطلب منه إنه يهتم بوفاته ويعمل له جنازة تليق بيه. وبعدها إدوارد بيلاقي الورقة بتاعت كارتر على الأرض، وبيلاقي فيها كلام مكتوب زي اضحك حتى البكا. وكارتر بيكون متضايق ولكنه بيتقبل الفكرة وبيشارك أسراره معاه، وبيقوله إن أمنيته يزور جبال الهيمالايا. وبيبدأ إدوارد كمان يكتب أمنيته زي إن هو يبوس أجمل فتاة في العالم ويعمل تاتو. وبيقول لكارتر لازم نعمل كده ونحقق اللي في القايمة بتاعتنا. وبيقول له ان الفلوس مش ازمة نهائي لان عندي فلوس كتير. ولكن كارتر بيفتكر انها فكرة سخيفة، ولكن ادوارد بيقول له ان الرجوع للحياة الطبيعية اهم حاجة وانك لازم تعيش اللي باقي من عمرك. وبيوافق كارتر، وبتيجي فيرجينيا مراته وبتزعل لما بتلاقي ان حالته متأخرة وبتحاول تعرضه على دكاترة تانيين، ولكن كارتر بيرفض.
وانه مش عايز علاج تاني وانه هيمشي مع ادوارد. ورغم انها غضبانة ولكن كارتر كان واخد القرار وبتسيبه وبتمشي. في اليوم اللي بعده بيبدأوا المغامرة بتاعتهم وبيكون توماس معاهم عشان لو احتاجوا اي مساعدة، وبتكون اول مغامراتهم هي القفز الحر بالباراشوت. وكارتر بيكون مرعوب لانه مركبش طيارات قبل كده. وبعدها بيروحوا عشان ادوارد يعمل التاتو اللي عايزه، وكارتر بيكون قلقان لمراته تفتكر انه بيخونها. وادوارد بتجيله فكرة ان ده اقتراح حلو يتضاف للقايمة، ولكن كارتر بيرفض وبيبلغه بأمنية تانية وهي انه يسوق عربية موستنج والعربية تكون قديمة. وبالفعل ادوارد بيحقق امنيته، وبيكون ادوارد معاه الدوج وكارتر معاه الموستنج وبيدخلوا سباق مع بعض، ولكن كارتر بيقدر يهزمه في الاخر. وبعدها بنلاقيهم ركبوا طيارة ادوارد ورايحين فوق القطب الشمالي، وبيبدأ هو وكارتر يتكلموا عن فكرة وجود ربنا، لكن ادوارد بيوضح له ان ايمانه للاسف ضعيف. بعدها بيروحوا لفرنسا وبياكلوا في اغلى فندق، وبالغلط ادوارد بيقول له انه كان متعود يجي هنا مع واحدة، ولكن بعدها بيقول لكارتر انه كان عنده بنت اسمها ايميلي وما شافهاش بقاله سنين كتير. وساعتها كارتر بيكتب في القايمة ان ادوارد لازم يقابل بنته ويتكلم معاه، ولكن ادوارد بيتضايق وبيقوله انها فكرة مش مستحبة اطلاقا. ولكن كارتر بيتضايق من رد فعله وبيقوم وبيسيب، ولكن ادوارد بيروح له وبيعتذر له عن رد فعله. وبيتفاجئ ادوارد ان القسطرة اللي كارتر كان مركبها اتخلعت، وان كارتر ركبها بنفسه وهدومه كلها مليانة دم. وبيعرض عليه يروحوا للمستشفى، ولكن كارتر بيرفض. وبيرجعوا غرفتهم وبيكون كارتر بياخد شاور، وادوارد بتجيله مكالمة من فيرجينيا مرات كارتر، وبتطلب منه يرجع لها جوزها، وبتقوله ان هي ممرضة وشافت حالات وفاة كتير، فهي مستعدة ومتقبلة لفكرة وفاته، لكنها مش مستعدة تفقده في الايام اللي باقية من عمره، وعاوزاه يقضي معاها الوقت اللي فاضله. بيحس ادوارد بالذنب خصوصا بعد موضوع القسطرة، وبيروح لكارتر وبيتكلم معاه وبيقول له لازم نوقف اللي احنا بنعمله وكل واحد يرجع لعيلته. بيخمن كارتر ان فيرجينيا اللي كلمته بيقول له انا هنفذ كلامها بس مش دلوقتي، لانه شاف مأساويات كتير في حياته ولكنه دلوقتي حر. وبتستمر رحلاتهم حول العالم وبيروحوا رحلة سفاري في تنزانيا. وكارتر بيطلب من ادوارد ما يقتلش اي حيوان، في ظل ان ادوارد بيضرب نار في الهوا للمتعة مش اكتر. بعدها بيروحوا يزوروا الاهرامات هنا في ام الدنيا، وبيبدأ ادوارد يقوله انها مش مهيبة ولا شكلها مفزع، وبيبدأ يحكي له عن المصريين القدماء واعتقادهم حول الموت والأسئلة اللي هيتسألوها من الآلهة عند باب الجنة. وبيقول له أول سؤال بيكون لقيت فرحة في حياتك ولا لأ؟ وإدوارد بيجاوب عليه بنعم. وبيقول له السؤال التاني حياتك سببت فرح للآخرين؟ وهنا إدوارد بيكون مش متأكد من الإجابة، وبيحكي له إزاي فقد بنته إيميلي، وده طبعا بعد الطلاق اللي حصل بينه وبين مراته، وإن بنته راحت تعيش مع أمها عشان ما تشوفهوش، وما كانتش بتشوفه إلا خلال الأجازات أو مكالمة سريعة. وبعد ما دخلت الجامعة ارتبطت بواحد أنا بكرهه وكنت ضد جوازهم ببعض، وإيميلي انزعجت من رأيي ومعرفتنيش على ميعاد فرح. وبعد كام شهر إيميلي راحت له البيت وقالت له إن جوزها ضربها، وبيكون إدوارد عاوز يضربه ولكن إيميلي بترفض، وإنها في الآخر قالت إن دي مش غلطته. وبعدها تكرر الموضوع تاني ما جاتليش ومعرفتش حاجة عن الموضوع، ولكني ساعتها أجرت سفاح وخليته يهدد زوج إيميلي إنه لو ضربها تاني هيقتله. وبتكون إيميلي اتضايقت وبتقوله إن إدوارد بالنسبة لي ميت، وبيقوله بغض النظر عن تصرفها أنا مش زعلان منها، واللي حصل ده كنت هعمله تاني ومش ندمان عليه حتى لو مش هيدخلوني في جنة الخلود المصرية. بعدها بيروحوا الهند وبيشوفوا إجراءات الجنازة عندهم، وإدوارد محتار ومش متأكد هو عايز إيه، ولكن كارتر بيعرف إن إدوارد عايز جثته تتحرق ويحطوا الرماد بتاعها في علبة وتدفن في مكان فخم كده يليق بيه. بعد كده بيركبوا موتوسيكل فوق سور الصين العظيم وبيروحوا يزوروا جبل إيفرست. وساعتها توماس بيجيب لهم خبر وحش إن إحنا في فصل الشتاء، وبالتالي هيكون في عواصف مش هتخلص دلوقتي، عشان كده مش هيقدروا ينفذوا خطة التسلق اللي هم كانوا كاتبينها. وكده كارتر مش هيزور المكان اللي نفسه يروح، وإدوارد بيقوله تفتكر دي إشارة إننا نوقف الرحلة اللي بنعملها وما نكملش؟ ولكن كارتر بيرفض وبيطالبوا ان هم يكملوا. وبتكون محطتهم الجاية في هونج كونج، وبنلاقي ان كارتر قاعد في باره مع واحدة وبيكلمها عن تسلق الجبال، وهي بتبدأ تحكي له عن حياتها وبتطلب منه يروح غرفتها، ولكنه بيرفض. وبيروح كارتر غرفته بيكتشف ان ادوارد دفع للبنت دي عشان تعمل كده مع كارتر، وبيقول له انه انتهى من القايمة بتاعته وانه عاوز يرجع بيته مرة تانية. ولما بيرجعوا امريكا توماس مش بياخدهم للبيت، ولكنه في خطة سرية بيحركهم عليها وبياخدهم على بيت ايميلي. ساعتها ادوارد بيتضايق من كارتر وانه ملوش حق يتدخل في مشاكله الأسرية، وبيقول له الرحلة ما غيرتش حياتي ومش خايف اموت لوحدي. وقطع ورقة القايمة ورماها وركب عربيته ومشي. بيرجع ادوارد لبيته وهو حاسس بالاحباط والزعل، وبيتضايق ان القهوة خلصت، وبيكون زعلان لانه حاسس بالوحدة، وبيبدأ يزعل على نفسه انه مفيش حد جنبه، وبدل ما يبقى جنبه الناس كلها هينتهي بيه الامر وهو وحيد. بعدها بنلاقي كارتر رجع بيته ولكنه مش بيفتح بالمفتاح، وبيطلب من فيرجينيا ان هي توافق او لا ان هو يدخل البيت، ولكنها بترحب برجوعه مرة تانية.
وبيجتمع العيلة كلها لأول مرة من فترات طويلة. بعد العشاء بيرقصوا مع بعض رقصة أخيرة، وبتكون فيرجينيا في الحمام بتخرج تلاقي كارتر واقع على الأرض وبتنقله للمستشفى بسرعة. وفي اليوم اللي بعده إدوارد بيكون في اجتماع تبع الشغل، وبيجي توماس بيبلغه إن في مكالمة مهمة جايله من المستشفى. ما بيفكرش مرتين وبيسيب الشغل ويروح يزور صديقه اللي بيكون نايم. والدكتور بيبلغ إدوارد إن السرطان انتشر في دماغ كارتر وإن وقته بقى أقصر. بتتكلم فيرجينيا مع إدوارد وبتديله جواب بيكون كارتر كاتبه عشانه. وفي اللحظة دي كارتر بيفوق وبيبدأوا يهزروا مع بعض هما الاتنين. وبعد شوية إدوارد بيقرأ الجواب وبيلاقي إن كارتر كاتب له نكتة سخيفة، وبيضحكوا مع بعض لدرجة البكا. وساعتها كارتر بيشطب الجملة دي من الورقة لما رجعها من الشارع ولزقها تاني، وبيديها لإدوارد وبيطلب منه يكملها له. وبعدها كارتر بيكون في العمليات وبيقرا كارتر الرسالة التانية اللي كارتر سابها له، وبيقول له فيها أنا بعتذر لك عن اللي عملته، ولكن لو حصل تاني هعمله برضه. وبيشكره على الرحلة اللي خلته واحد جديد وطلب منه إنه يلاقي السعادة في حياته. وده بيدي حافز لإدوارد إنه يروح يزور إيميلي اللي بتكون بترحب بيه. بعدها بيتعرف على حفيدته وبيحضنها وبيبوسها وبيطلع ورقة الأمنيات وبيشطب جملة بوس أجمل فتاة في العالم. وبنلاقي إن كارتر للأسف مات، وإدوارد أثناء الجنازة بيقول إن آخر 3 شهور في حياة كارتر كانوا أفضل فترة في حياتي أنا كمان، وإن هو حبه واعتبره صديقه ومفتقده لأنه قدر يخليني فرحان ويسبب سعادة للآخرين. بيفتح القايمة وبيشطب على جملة مساعدة شخص غريب تماما ومن أجل الخير، اللي بيكون تارجت كارتر إنه يساعد الراجل ده ويخلي نفسيته كويسة، في ظل ان كارتر هو كمان مش سليم ولكنه بيهتم باللي حواليه. بنرجع لإدوارد اللي بيكون مات هو كمان، وبيكون في حد بيتسلق جبال الهيمالايا، والحد ده هو توماس. وجاب الرماد بتاع إدوارد وحطه جنب رماد كارتر، وبيطلع الورقة وبيشطب جملة شفت حاجة حزينة، وبيكون آخر جملة كارتر كاتبها. فبيحط الورقة بين العلبتين وبيمشي وبيخلص فيلمنا على كده. وعاوز أقولك يا صديقي ما تترددش في عمل الخير للغير، لأنك مش عارف الخير اللي هتعمله ده هيفرق في حياة الشخص ده ازاي، وربنا هيخليك سبب لفرحته، ودي حاجة كبيرة. فيلمنا خلص، ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.